Vidal. أعزي نفسي وأعزي العالم الإسلامي كله بفقد الشيخ مصطفى مسلم والدي، والحمد لله على كل حال. قد كان عالما محبا للدين وأهل الدين، وكان يحب نشر العلم والتفسير القرآن. حتى وفاته اليوم كان يوصينا بالعلم وبالعلماء، ووصل عمره إلى 80 سنة 81 سنة، وما زال يتابع حلقات العلم وطلبة العلم وينشر العلم في تركيا وفي سوريا وفي دول العالم كاملة. أطلب من الجميع الدعاء له، وسيكون مراسم الدفن إن شاء الله يوم الاثنين بعد صلاة الظهر في غازي عنتاب. دعاءكم وجزاكم الله خيرا. طبعا الوالد أصيب من أسبوعين، أصيب بالكوفيد بكورونا، وساءت حالته، فأتينا هنا إلى المستشفى وأدخل في العناية المركزة. فبعد ذلك جاءنا خبر أنه أصيب بجلطة وتوفى على إثرها. وأنا أنصح الإخوة جميعا الانتباه من هذا المرض، لا أحد يتهاون به. البعض تعود على السماع من الناس أن هذا المرض طبيعي وقريب وكذا. لا والله، هجم علينا هجوم كاسح لنا ولعائلتنا مع أخذنا بالاحتياطات وهكذا، فقدر الله ما شاء فعل. أطلب منكم جميعا الدعاء لي وللوالد وللوالدة، فما زالت والدتي أيضا في المستشفى. وإن شاء الله العلماء يبقى من العلماء ومن طلابه من يدعو له ويقرأ مؤلفاته بإذن الله. كتب كثيرة في إعجاز القرآن وفي التفسير الموضوعي، وأشرف على كثير من الرسائل في الماجستير وفي الدكتوراه، وكان مشرفا في مركز تفسير الدراسات القرآنية. وصدر آخر عدد من تقريبا من 3 أو 4 أشهر، صدر عدد في التفسير القرآن، سلسلة كاملة في التفسير الموضوعي للقرآن. فكل يقرأ كتبه وكل يستفيد من علمه، وهو متخصص بالتفسير الموضوعي. الحمد لله على كل حال.